عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء. على نور رسول الله، الله الله الله، على نور رسول الله، الله الله الله، على نور رسول الله، الله الله الله، على نور رسول الله. رسول الله شفاعة يا حبيب الله، شفاعة يا رسول الله، شفاعة يا حبيب الله، شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة. يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله، شفاعة يا رسول الله، شفاعة يا حبيب الله، شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا انقضى بانتشار فضله في القريب والشام.
واسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفره صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في
في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، وينبث في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويبدأ بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلق الخطة بالتصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من سلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يحكم في هذا القنطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تغلب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن أنت إلى تدوين ما حفظت من شر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر أيام الشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين، ويدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حبيبنا عني بحبك وبريء
جد الحسن حبيبي محمد ما في زي اثنين حبيبي محمد ما في زي اثنين حبه ساكن قلبي يزيد كل سنين جماله ودلاله من غاتب جنانه جماله ودلاله من غاتب جلاله ودكعت كباله يا حبيبي تشوفه بسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا أجمل هدية من رب البرية يا أجمل هدية من رب البرية لكل الدنيا دي يا جد الحسنين ما وانت قمر وانت منور ما هو انت قمر وانت منور وانفتح سرار يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وزمن بالنجم حين هوى ما المعفى والساكن مساوى فاحلح الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي
وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده الباب من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلان وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أرسلت يد العلم القديم إلى من خصصت من تكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا نشكو من ولا من ولا علنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وغرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات بدر وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متطمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله وقد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل
زار اليمن غرد واستضيء بجال فقفي الحسن تفرد يا نبي يا رسول الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله يا سلام يا الله عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين
يتجدد طلع البدر علينا الله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad Ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang buta huruf, yang buta tentang kebenaran. Dialah Allah yang mengutus rasulan, utusan seorang nabi, yatlu alaihim ayatih, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan mereka daripada menyembah selain Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, ditugaskan untuk mereka mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan hikmah-hikmah, yakni as-sunnah atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya wa in kanu, dan mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ayat ini menjelaskan tentang status daripada manusia yang sebelum dilahirkan Nabi dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dhalal, la fi dhalalim mubin,
tersesat mubin yang nyata. Seandainya Nabi tidak diutus, tentunya kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Tak ada Nabi, tak ada Al-Quran. Tak ada Nabi, ada kiblat. Ada Nabi, ma'arafna rabbah. Ta'oning ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak akan gembira, bagaimana kita tidak akan sukaria atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas kita adalah orang yang tersesat. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang menyatakan kita ini tersesat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekitar Ka'bah ini ada sekitar 360 berhala. Sebanyak suku-suku yang ada di kota Mekah. Suku Aus, suku Khazraj. Setiap suku mereka mempunyai sesembahan. Mereka mengadakan ritual sesembahan persis di depan Ka'bah. Namun sekarang mata siapa yang tidak akan menangis menatap Ka'bah, melihat Ka'bah, tentunya dengan melihat dengan keimanan. Air mata yang deras mengalir dengan derasnya barokah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seasala Makkah nikah sekitar Ka'bah 360 berhala menjadi haibah dengan kiswah yang warna hitam. Bibarakati wujudil Mustafa Ahmad, dengan berkah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hanya hatinya orang-orang yang tertutup daripada hidayah, mereka tidak akan gembira dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan yang sekarang. Jauh berbalik 100 derajat. Sebelumnya kita manusia kaum yang tersesat, kemudian diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yatslu alaihim ayatika, yang membacakan Al-Qur'an, wa yuzakihim, membersihkan daripada sesembahan, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan ilmu apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Masuk jedeng ya ajari Kanjeng Nabi sampean. Masuk berak WC atur Kanjeng Nabi. Makan diatur, minum diatur, tidur diatur, masuk kamar mandi diatur, bahkan kumpul sama istri kita diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allamal insana uluman jama'ad dunya wad din. Nabi telah mengajarkan kepada kita bukan hanya akhirat, dunia yang sepele ini, urusan kencing, urusan berak kita diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sempurnanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati siapa yang tidak akan gembira ya ikhwan? Hanya mereka yang tertutup hatinya, mereka yang tidak merasa gembira, hanya mereka orang-orang yang munafik wal iyadzu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan yang sekarang. Berbalik 100 derajat. Apa firman Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah manusia-manusia, umat-umat yang terbaik pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin. Yang mana kita sebelumnya dikatakan dhalalim mubin, orang yang tersesat. Tapi bagaimana kita keadaan sekarang ini setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Kuntum khaira ummatin, menjadi umat yang terbaik, berkah daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan kita pun menjadi umat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Artinya kita berpeluang besar, potensinya untuk masuk surga sangatlah besar. Pintu terbuka dengan lebar. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, yang aku ajak ke dalam surga. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka yang tidak mau kau ajak ke dalam surga bersamamu ya Rasulullah? Man ata'ani
dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang mentaati perintahku, maka dia tadi itu akan benar-benar masuk surga. Wa man asani faqad abah. Dan barang siapa yang membangkang dari perintahku, melanggar daripada perintahku, faqad abah, maka mereka benar-benar tadi itu akan tidak mau berarti masuk ke dalam surga bersamaku. Jadi artena candring coba jadi umat Kanjeng Nabi tidak mlebu swarga, kebacut, kesaran. Bayang lagi sampean, salat 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bayang lagi, bener cuma kacek 2 kali lipat ya ikhwan. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bibarakati man? Bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sampean bitibian 1 derajat, tapi ketika berjamaah dengan diniyati menghidupkan sunnah Nabi lebih afdal daripada berjamaah ditikal oleh Allah Subhanahu wa taala bukan 2 kali lipat, 70 derajat. Mun genjer ada saya tahu, are kacen. Pauta salat sendiri 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Pahalanya, wah caatanya genjeran sampean. Mulai dari tengkak sampai jalan dari compok lek genjer di Gusti Allah. Belum niat belum pakai pakaian dengan sunnah-sunnahnya, dengan minyak wanginya dan lain sebagainya sunnah-sunnahnya. Bibarakati man? Bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Busyra lana ma'asyaral islami inna lana. Berbahagialah wahai umat Islam, karena kita mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati siapa yang tidak akan gembira? Manusia yang mana yang tidak akan bangga menjadi umat Nabi yang dikatakan dhalal, tersesat, kemudian menjadi umat yang terhebat, umat yang terbaik daripada umat-umat sebelumnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya mudah-mudahan maulid yang kita adakan setiap Kamis, yang kita hadiri bersama, yang kita membaca maulidnya, mudah-mudahan akan menambahkan mahabbah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta, kita lahir dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau para nabi saja iri ingin menjadi umat Nabi Muhammad, walhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan menjadi Islam, iman, dan menjadi umat yang terbaik berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب العزة تحد الرحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة، الآب الأكبر المحبوب لك والمحصص بشرف الأفهر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين
العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا